موضوع التحريض على الحيوانات. هو يا جماعة الموضوع وسع قوي ودخلنا في الغربان. يعني حد بعت لي سكرين شوت لكومباوند بدون ذكر اسمه، الناس اللي فيه دلوقتي بيشتكوا ان الغربان بتقف عندنا على الشبابيك والبلكونات والولاد بيتخضوا. قلنا ايه ولاد بيتخضوا؟ ايه اللي بيحصل؟ هيطلع كمان الغربان متجمعين تحت البيت، بيجروا ورانا واحنا بنصلي الفجر وبندور العربية، الغراب بيطلع من تحت يعني قلت اشوف يعني الكلام اللي بنسمعه على الكلاب بيعمل ايه الغراب. كذا حد بقى في كومنتس، وبرضو يعني برضو موضوع غريب، كلهم بيزعموا ان الولاد بتبقى نايمة بتتخض، بتسمع صوت الغراب بيعوي فبيتخضوا. وتلاقي كومنت تانية، لا هو بعيدا عن الخضة بجد شكله كئيب قوي، انا ابني بيبقى واقف شايفه من ورا الازاز بيتخض من شكله. هو انتوا عايزين ايه يا جماعة؟ يعني احنا بنتكلم بقى ان هو مخلوقات ربنا كلها بقت بتقرصكم. احنا بقى لا بنتكلم لا كلاب يعني. احنا الفترة مشينا معاك في فرضية الكلاب، مشينا معاك عشان بنقولك على قد عقلك طبعا، فتمام صح، هم بيجروا على اي حد نازل بيصلي الفجر، هم بيتجمعوا بال30 كلب بيسدوا مدخل العمارة، هم بيجروا على العيال هم رايحين بص المدرسة، هم كلهم مسعورين وسبحان الله مسعورين وعايشين مع بعض. اللي احنا شرحنا 100 مرة، الكلب المسعور بيبقى ايزوليتد لوحده، ما بيبقاش قاعد في وسط باك، ما فيش حاجة اسمها باك، كلها مسعورين بس تمام. لقينا بعد كده الموضوع دخل في القطط، قال لك ايه يا ابني القطط مالها؟ ما لا اصلهم بيخربشوا، ايوه ايه يعني القطه بتجري ورا العيال تخربش؟ اه بيبقوا موجودين في جنينه النوادي وعيالنا برضو بيخافوا من القطط، وساعات بيبسبسوا لها بتخربشوا. فدلوقتي احنا بنتكلم في الغربان، فانا بجد هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ وليه كله دلوقتي وكله ورا بعضه؟ طب الغربان دي نعمل لك فيها ايه؟ يعني ايه نحط لك بقى تراب، بيرد تراب، نحط لك مصيدة عصافير على كل بلكونه مثلا، نجيب واحد بسنايبر على السطوح، يعني نعمل ايه؟ يعني شوف انا واصل معاك لفرضيه ان الغربان كمان مؤذيه. طب يلا نتخلص منه، هتعمل ايه؟ يا جماعه مش ممكن والله العظيم بجد. يعني نعمل قسم جديد من الداخليه، يعني بيبقى فيه مباحث المخدرات ومباحث الارهاب وبتاع، نعمل بقى سوات تيم يبقى ده للحيوانات، وكل مجموعه معاه اسلحه للقضاء على حيوان معين، فنجيب بقى سنايبر في السطوح للغرباء. مش ممكن يا جماعه. يعني انا برضو عايز اعرف هو الموضوع ده ايه. يعني انا عايز اعرف سكه ودغري، هل وزاره الصحه حضراتكم محتاجين ميزانيه زياده عشان هتقولوا هنجيب سموم ومعدات للقضاء على الحيوانات اللي بتاذي يعني وقولوا لنا الاتجاه ده الاند ريزولت في الاخر هيحصل ايه؟ يعني الكلاب والقطط سرحنا بخيالنا قلنا يمكن الصين عايزه حيوانات، طب الغربان هتعملوا فيها ايه؟ هتبيعوا الجناحات بتاعتهم للوريال تعمل ايلاش كيرلر؟ يعني هيحصل ايه يا جماعه؟